محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميكي رب العالمين، من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق اللي بين أهاليكي مدسوسة محروسة. احنا النهارده يا جماعه بنجتمع مش عشان احنا في حاجه حصلت الموسم الماضي. الخطأ ابتدى حقيقه من شهر اكتوبر اللي فات. احنا بكل اختصار انا هتكلم كلمتين صغيرين واشرح موقفنا علشان الدنيا كلها تعرفه ومصر كلها تعرفه. اللي حصل ان احنا في 2/10 السنه اللي فاتت بالظبط بالتحديد، وبعد ما تعاقدنا مع كل اللاعبين وبعد ما جهزنا نفسنا لبدايه الدوري 4/10 فوجئنا بخطاب من مدير عام الاتحاد المصري لكرة القدم بيخطرنا فيه بقرار لجنة المسابقات وليس قرار اتحاد كرة القدم بشكل الدوري المزمع إقامته والصعود والهبوط وشكل الدوري في الموسم الجديد 23 و24. الحقيقة بعض الأندية اعترضت وبعض الأندية فكرت في إقامة تظلم وده حصل، ولكن كان بداية الموسم وكلنا برضو مش عايزين نسبب أي مشاكل. استمرينا وابتدينا وكالعادة انتظرنا إن القرار يلغى لأنه كان خطأ. وحقيقه انا ما كنتش يعني بدخر جهد ان انا ابذل مجهود من بدايه الدوري ان احنا نتكلم ونقول يا جماعه في خطا، والخطا موجود في اللائحه بتاعتنا. لائحتنا صدرت في 29/11 او بالتحديد في الجمعيه العموميه في 28/11/2021. اللجنه الاولمبيه صدقت عليها بالقرار رقم 20 في 29/11/2021. اعتقد اللائحه دي هي الدستور بتاعنا كلنا اللي بنشتغل عليه. فوجئنا بالاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة متمثل في لجنة المسابقات بيخترق هذه اللائحة تماما. اللائحة دي في المقدمة وفي الباب الأول وفي التعريف كانت بتنص على شكل الدوري المصري، وهو القسم الأول الثاني الثالث الرابع، وسموها المستوى الأول الثاني الثالث الرابع. دعمنا الكلام ده في المادة 60 بالتزام الاتحاد المصري بالحد الأقصى للأندية 134 نادي، تقسيمهم 18 نادي للدرجة الأولى، 48 نادي في القسم الثاني وده حد أقصى لكل المراحل دي، و60 نادي في الدرجة الثالثة، وفي 5 أندية من الصعيد وقناة السويس والبحيرة واسكندرية، و3 أندية من كرة الصالات وكرة شاطئية والكرة النسائية. وده كان العدد اللي مقرر في اللائحة. اتحاد الكرة أضاف 20 نادي جديد في المستوى الثاني القسم الثاني، أصبحنا 68 نادي، وده خلل وعوار مش موجود. أنا كنت بالأول بقول لو كان الاتحاد الكرة كان يعلم بذلك كان اتحاد الكرة أخذ قرار من بداية لو هو بيعد اللائحة كان استبعد شكل المسابقات من داخل اللائحة، وفي الحالة دي كان اتحاد الكرة من حقه يشكل المسابقات طبقا لما يراه. إنما لأنك حطيت في اللائحة عدد الأندية وذكرت المستويات الدوري العام، ما ينفعش تعمل ثغره وتيجي في القسم الثاني وتقول انا قسمته الالف وب. انا مش هتكلم اقول دوري محترفين خالص، ومش هتكلم اقول في حاجه اسمها دوري ممتاز، لا احنا هنقول القسم الاول زي ما اتحاد الكوره بيتعامل باللغه دي، بيقول المستوى الاول والقسم الاول، وهقول المستوى الثاني والقسم الثاني. كون انك تخترق وتقسم القسم الثاني لالف وب هو ده تحايل على اللائحه، تحايل على القانون، مخالف لكل الاعراف والدساتير. احنا عندنا ماده 12 وازاي بتنظم لنا الشكل العام بتاعنا، وازاي الاتحاد ايضا يلتزم بالمواثيق والاعراف ويلتزم باللائحه. ليست المره الاولى ولن تكون الاخيره باذن الله. اخونا الاكبر وحبيبنا ناصر بيه الشاذلي رئيس نادي الاولمبي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك اخويا العزيز. النهارده مظاهره بحب مصر، النهارده مظاهره عشان الصح يمشي، النهارده مظاهره عشان نقول لو في حاجه غلط لو سمحتوا تتعدل. ايه راي حضرتك؟ اعتقد نجحنا الحمد لله. احنا بنطلب العدل وبنطلب تنفيذ اللائحه مش اكتر من كده. احنا كل اعضاء اتحاد الكره هم
زملاتنا واصدقائنا واصحابنا، اختلفنا في امر بسيط ولكن الاختلاف ده امر صحي، وان شاء الله تعود الامور لنصابها وتعود القسم الثاني مجموعه واحده ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى الدعوه لجمعيه استثنائيه كده تمت ولا في اجراء قانوني تاني؟ ان شاء الله لسه بقى الاجراءات القانونيه، دعوه الاعضاء ان شاء الله يوم 1/8 وهيتم اتخاذ الاجراءات بالمستشار القانوني للانديه. طبعا هتكون في الجبليه في القاهره مش هنا؟ لا لسه تحديد المكان ان شاء الله هندعو النهارده بالليل ان شاء الله هنحدد المكان ان شاء الله، واحنا معاكم متابعين لحظه بلحظه حتى نحقق المطلوب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن ناصر الشاذلي. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية مع احترام الانديه الشعبيه، لا احنا كده بنضمحل مش هتلاقونا. وللاسف يا جماعه مع احترامي ليكم برضو، انديه درجه رابعه درجه ثالثه اللي طالعين من تحت انديه شركات، انديه شركات. يعني بقول لكم في الدرجه الثانيه 4-5 سنين مش هتلاقينا احنا برضو، في الدرجه الثانيه مش هتلاقينا خالص. شكرا. عشان كده انا كنت مع اقتراح ان لازم يكون في دي شركات فوق دماغنا من فوق، بس يبقى ليهم مجموعه واحنا لينا مجموعه، يبقى حد ضامن حد كل سنه او كل سنه يطلع من هنا واحد او هنا واحد. احنا موجودين، لكن بالطريقه دي هنتلاشى مش بمزاجك، بغصب عنك. اهلا بالشواكيش، اهلا بنادي الترسانه. سياده النائب المحترم طارق السعيد معانا النهارده، اهلا وسهلا بيك في برنامج بايدينا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك كلمتك كانت قويه لدرجه عافيه جدا، يعني من الاخر جراح بيعمل عمليه شاطر قوي، عارف بيقطع ايه وفين من اجل ان ينتزع الازمه. عقب عن ذلك والله انا قلت يعني حال الكره المصريه، الكره المصريه لازم تكون صناعه طبعا، لكن احنا دلوقتي لا ما ينفعش الكلام. ما فيش اي دوري في العالم ما فيهوش ايرادات. ما انت بتلعب ليه؟ انا عايز افهم ايه الهدف؟ خدت الدوري باخد ايه؟ تاخد مليون جنيه؟ يعني حتى الدوري الكبير تاخد مليون جنيه، تصرف كام بقى؟ ما ينفعش. تمام. لازم يكون في صناعه. الرياضه 3 حاجات، يا اما هواه يا اما احتراف يا اما صناعه. اكيد. لما كنا هواه الترسانه كانت بتكسب الاهلي والاسماعيلي والزمالك. شواكيش تاريخ. ليه؟ ما كانش في ماديات. لما بقت احتراف لا قصه مختلفه. لازم يكون في صناعه. دخلنا في البيزنس بقى. دخلنا في البيزنس. طيب انا هعمل ايه وسط العمالقه اللي موجوده دي؟ فعشان كده انا كوجهه نظري المتواضعه ان هذه الشركات مع احترامي ليها والمؤسسات لازم تبقى في مجموعه لوحدها. اكيد طبعا. واحنا نبقى في مجموعه لوحدها على اساس يبقى حد ده طالع منه فريق. كان زمان يا فندم في دوري الشركات لوحده ملوش دعوه بالانديه. هم خلاص بقى موجودين معانا، خلاص بقى ليهم مجموعه واحنا لينا مجموعه. حتى يبقى خليها بالعربي كده الغنايه مع بعض والفقراء مع بعض. ايوه تمام. انت بتضحك وده الحقيقه. لا انا ما بضحك، انا يعني بتفرق مثلا اصحاب بطاقات التموين من اللي بيشتروا السلع الحره، حتى الانديه الرياضيه اصبحت كذلك؟ طبعا. ما انا معلش حضرتك، يعني انا اصرف لي 17-20 مليون غير بس 80 و90. طب انافسه ازاي بقى؟ ايه وجه المقارنه بالمنافسه؟ انا بس 14 لعبه وعندي جمعيه عموميه لازم محتاجه كرسي وترابيزه وحمام سباحه وحديقه اطفال وده عنده لعبه واحد بيلعب بيها. طب يعني اروح معاه فين؟ صعب. لازم تنميه جميع اللعب حتى استطيع تحقيق الايرادات. ما انا كنادي شعبي ليا عندي مسؤوليه، في مسؤوليه مجتمعيه. انا عندي شباب تمام، عندي في التايكوندو وفي الكاراتيه وفي المصارعه وفي السباحه عندي 5-6,000 شاب. اكيد. اعمل فيهم ايه؟ امشيهم؟ لا مش هينفع. يبقى لازم الناس الدوله تقف معايا. تمام. بقول لك معايا انت افصل انت هنا وانت افصل هنا، خلينا مع الناس الكوره مع بعضينا، او اعمل تنسيق بين الاثنين خلال الدوري. التنسيق مفيش مشكله،
شكرا جدا سياده النائب. يعني طالما حققنا جزء من الاستثمارات فعليا يكون موجود داخل مجالس الادارات وممثل وصوته موجود، هيكون طبيعي بينفق من جيبه، لان عارف ان في عائد هيعود عليه النهارده من شراء اللعيبه فلان، او النهارده استغلال الموارد المتاحه وتعظيم مواردها، وبالتالي هيكون تواجده مستمر لانه احساسه انه حقق حاجه للناس، ولما يجي يمشي هيقدر يبيع حصته في اي وقت لاي مستثمر اخر، وبالتالي لا يتاثر هذا النادي على الاطلاق باي انسحاب لمستثمر ان لا يحل مكانه مستثمر اخر. الحته الثانيه المهمه، انديه الشركات يجب ان يكون في دور قوي جدا لاتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه، ان ما ينفعش النهارده سواء يعني قطاع خاص او عام يكون النهارده ممثل داخل الدوري الممتاز النهارده نفس التمثيل الانديه الجماهيريه، يكون في دوري الشركات مستقل يصعد واحد بس، ونخلي الانديه الجماهيريه مع بعضها تتنافس يصعد منها عدد تاني. بعد ما شاهدناه من اعتراض على اللوائح اللي فرضت على الانديه ومبادئ الاعتراضات الموجوده، جاء دور الاعلام الاعلام المصري الهادف القوي. رئيس مجلس اداره قناه الحدث اليوم سياده النائب محمد اسماعيل، اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك يا فندم. حصلت لنا البركه، احنا تلامذتك وبنعزك دايما. الله يخليك فندم، الذوق كله فندم، ربنا يخليك. حضرتك شايف النهارده من ابداء اعتراضات على بعض النقاط اللي فرضها سواء لائحه الاتحاد او ما قرره اعضاء الاتحاد، شايف ان الانديه ليها قد ايه في الحق؟ هو طبعا انا يعني بشكر على فكره يعني النادي الاولمبي لان الدعوه النهارده لكل الانديه الجماهيريه دي حته مهمه جدا، كنا بنتكلم فيها في الفصل التشريعي الاول اللي هو يعني اللي سبق المجلس السابق. بالفعل النهارده وجود الانديه الجماهيريه هيجعل كل الناس متابعه لشاشه الرياضه، وده شيء مهم جدا. وكمان المزاج العام لكل المحافظات اللي بيمثلها نادي جماهيري ده يمثل على فكره خلق روح التنافس، وبالتالي اظهار عدد من اللعيبه المتميزه الانديه. الازمه الحقيقيه اللي بتعاني منها الانديه دي هي ازمه التمويل. ازمه التمويل اذا النهارده الاتحاد هيدعم النادي دي بمليون او 2 و3 في ظل السبق الرياضي الكبير جدا، عمرنا ما هنقدر يعني نقول ان نقدر ندعم هذا النادي الاستقرار. الدعم الحقيقي انا اراه ان هو خلق استثمارات حقيقيه لكل النادي، سواء النهارده استغلال الاصول الموجوده، سواء طرح جزء الاسهم ده لبعض المستثمرين سواء محليين او اجانب يكونوا موجودين، زي تجربه بيراميدز اللي النهارده اصبح احد انديه المقدمه وبينافس على الدوري الممتاز وهو في المركز الثاني. اذا النهارده المال هو من يصنع مره ثانيه عوده الانديه الجماهيريه، فبالتالي الدعوه المحموده دي دعوه متميزه جدا، ونبدا نشوف هي نقاط الالم ثم نضع الحلول. الحل الامثل هو ده اللي بقوله لك، طرح تلك الانديه جزء منها للاستثمار، وبالتالي انا قدرت احقق التمويل الكافي ليحافظ على تواجد تلك الانديه داخل الدوري الممتاز. حضرتك مش شايف ان في وجه تشابه واضح جدا ما بين الجهه الاعلاميه والجهه الرياضيه وخصوصا في اتحاد الكوره؟ يعني مثلا مدينه الانتاج الاعلامي هي خاضعه لوزاره الاستثمار وتشارك في المجال الاعلامي، قناه الحدث اليوم، قناه الصح والجمال، قناه ETC، القاهره الاخباريه، كلها ذاتيه التمويل وبتطلع تمويلها بنفسها. الا ترى ان الانديه محتاجه انها تتبع نفس السياسه؟ طبعا يعني بص، التمويل بذاته لان هو ان الاقتصاد مفتوح للجميع، لكن هنا في ظل انتقالات اللعيبه بارقام كبيره جدا تعجز بعض الانديه اللي ما عندهاش التمويل ده ان تقدر توفر هذا الامر، وبالتالي وجود مستثمرين يعني بشكل واضح جدا بيستثمر لعيبه يشتريها ثم بعد كده يعيد بيع اللعيبه مره ثانيه او حصوله على مكافآت من حصوله على بعض البطولات، وبالتالي يقدر يحقق بالفعل فائض حقيقي. وابرزها مشكله الكهرباء في الفتره الاخيره حضرتك حضرتها. طبعا، وغير ثاني ان استغلال اصول النادي، وبالتالي انا قدرت احقق حاجه حقيقيه للنادي. هو ده الحل الامثل والحل الاوحد انا اراه. اما النهارده اتحاد الكره يدعم، وزاره الشباب يدعم، كل الكلام ده ادعم منشاه، ادعم مبنى، لكن لا استطيع النهارده ان انا ادفع في لاعب ارقام كبيره جدا تصل النهارده الى $1 مليون و2 مليون دولار، يعني ارقام كبيره النهارده. اللعيبه اللي هي المتميزه ارقامها كانت السلع الاساسيه يرفع عنها الدعم، فما بالك بلعيبه كره القدم؟ بالظبط، فالامر ضخم جدا. فانا شايف لا، هي طبعا السلع الاساسيه مش بترفع عنها الدعم، لا الدعم زاد على فكره بصوره قويه جدا يعني لكل يعني الطبقات المحدوده. يعني الكلام ده لما نيجي الدعم كان 86 مليار، النهارده الدعم وصل 480 مليار، ولكن مع التضخم في ظل سياسه جديده يا فندم، مع التضخم اللي حصل خلى بعض الناس ما تشعرش، ولكن حقيقه الطبقات اللي عندها احتياج وصلها الدعم بشكل كبير جدا. لكن انا خلينا نرجع تاني لنقطتنا، لابد النهارده يكون في على فكره تمثيل حقيقي النهارده لرجال اعمال داخل كل الانديه الشعبيه حتى تمثل، وايضا الانديه اللي هي ذات الطابع الخاص او طابع الشركات يكون لها دوري خاص بها، يصعد نادي واحد فقط الى هذا الدوري. ثم النهارده حافظنا خلال فتره طويله على الانديه الجماهيريه تكون متواجده في الدوري الممتاز، وهبوطها يكون ادنى من هذا الامر.
الامر يعني، وبالتالي انا حافظت على الهويه الرياضيه للكره المصريه. ابن المحترم محمد بيه اسماعيل النهارده ينزه فخرا بهذا اللقاء، ونتمنى لقاء اخر على منضده نتحدث فيه عن الاقتصاد المصري. يحفظك. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية ان احنا للسنوات القادمه احنا في خوف على نادي الاتحاد، وفي خوف على النادي الاسماعيلي، وفي خوف على النادي المصري. احنا بعيدا عن الاهلي والزمالك احنا بقينا 3 انديه، وطلع بلديه المحله برضو نادي شعبي، بقينا 4. يعني بنمثل حوالي 20% من انديه الدوري الممتاز، 20%. عجبتني جدا جدا عباره ايه الفايده العائد علينا كمواطنين وكمشجعين وكمحبين للأندية الشعبية وكمحبين لمحافظاتنا، إن نادي خاص يلعب مع نادي خاص. يعني إيه السعادة في كده؟ نادي الاتحاد السكندري سيد البلد، مدد. اهلا وسهلا بك ابراهيم بشار. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. حضور نادي الاتحاد النهارده حضور مميز لسبب بسيط. انديه القمه الاربعه الاوائل دايما على الدوري المصري حضورهم بينجح اي مؤتمر. فافتكر ان كابتن ناصر الشاذلي كان لماح وقوي بدعوه اخوه الاستاذ محمد مصلحي للحضور، حتى لو اناب عنه سعادتك، فوجود سعادتك شرف وكرم النهارده. احنا بنشكر حضرتك اولا، وبنشكر طبعا اخونا العزيز العالمي ناصر الشاذلي على الدعوه الكريمه، وانا حاضر نيابه عن اخويا الكبير الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد. طبعا حبيب السكندرانيه كلهم يعني. يا رب دايما ان شاء الله باذن الله. ولظرف طارئ يعني هو ما قدرش يحضر النهارده. احنا جايين طبعا ندعم خاصه الانديه الشعبيه. الانديه الشعبيه احنا يمكن في الدوري الممتاز حاليا بقينا 3 وصعد بلديه المحله بقينا 4 طبعا بالاضافه للاهلي والزمالك. فاحنا بنعتبر ان احنا 4 انديه شعبيه بتمثل محافظات. المحافظات احنا المفترض ان احنا جماهيرنا المفروض بنسعدها. السنه دي حزمنا لنزول اسوان للدرجه الاقل. النادي متالق بالحقيقه خلال الدوري، كان الغريب نزوله يعني. البدايه كانت قويه جدا ونادي بيسعد محافظه باكملها اخواتنا في اسوان. وطبعا غزل المحله برضو احنا حزمنا لنزوله، وللاسف بيصعد طبعا مكانهم. حضرتك ابراهيم بيه مش شايف ان دي نتائج كوره؟ يعني ده طبيعي ان يحصل؟ هو في مصلحه مين اللي احنا نخلي انديه الشعبيه تنقرض؟ في مصلحه مين اللي احنا، انا اسف في اللفظ، نعكنن على مزاج عام في اسكندريه او في بورسعيد او في الاسماعيليه او في المحله او في اسوان؟ يعني ده مزاج عام، الكوره ديت مزاج عام للجماهير اللي بتمثل المحافظات. فمعلش انا دايما يمكن قلت في كلمتي من شويه، يعني هيبقى ما فيهاش طعم الدوري لما يكون كلهم شركات وما فيش انديه. يعني مين هيتفرج على مين ومين هيتحمس لمين؟ خليني اسال حضرتك بس سؤال اقتصادي من الدرجه الاولى. برنامجنا برنامج بايدينا، هو برنامج اقتصادي من الدرجه الاولى، انما يشمل الرياضه. الا ترى ان وجود الاستثمار دعم للعيبه والانديه وغيره؟ يعني مثلا ليفربول محمد صلاح كان في ساديو ماني ومحمد صلاح، من الرؤيه الاقتصاديه ان واحد فيهم يرحل، فرحل ساديو ماني، وقد كنا نرى محمد صلاح هو اللي يترك نادي ليفربول ويذهب الى اخر. ليه الجماهير الاوروبيه ما حزنتش كحزننا احنا كمصريين؟ هو بص احنا مرتبطين يعني كل عاطفيا شويه
عاطفيين. يعني احنا متعاطفين وكل واحد متحمس المحافظه بتاعته اكيد. طبعا انا حضرتك اسكندريه متحمس اسكندريه، القاهره متحمس للانديه القاهريه، وهو بتبقى مزاج شعبي كده. فانا دايما بقول لا بصوا، توافر المزاج توافرت الجماهير. اكيد تمام. اكيد طبعا. يعني دايما اخويا الاستاذ محمد صلحي بيقول ان نادي الاتحاد ده مزاج عام لاسكندريه كلها. أكيد. لما بيكسب المزاج العام في اسكندريه بيبقى كويس جدا. أكيد. لما والعياذ بالله بيحصل دروب او خساره، العكننه بقى والمزاج ما بيبقاش كويس. شفنا لعبتين حصل دروب فيهم نادي الاتحاد تسببوا في ازمه عافيه جدا لنادي الاتحاد. ربنا ما يرجعها لنا تاني، اللهم امين، ويخلي لنا اخونا الكبير محمد مصلحي ويخليك لينا ابراهيم حبيبي. لازم الناس تفهم انا يعني ايه لو دوري المحترفين اتلغى. عايز اقول لكم الاضرار اللي عايده على نادي المنصوره لو دوري المحترفين اتلغى، عشان الناس لما بتيجي بتتكلم عننا ان احنا عشان فشلنا عايزين نلغي دوري المحترفين. عايز اقول لكم ان انا هيبقى معايا المحله في مجموعتي، هيبقى معايا حرس الحدود في مجموعتي، هيبقى معايا 6 أندية سبقوني السنة اللي فاتت وعندهم مؤهلات تسبقني زي كيرنز وبروكسي وابو قير والاولمبي والبلديه كانت موجوده وطلعت ممتاز، 6 أندية تانية. يعني انا نظريا انا بادئ الدوري المجموعه بتاعتي وانا العاشر. مين ينسى المنصوره ونتائج المنصوره وجوال المنصوره؟ الله على جمال المنصوره. البرتقاني 2، لو الاسماعيلي الاصفر فهم البرتقاني كان فريق عظيم ولا زال فريق عظيم وهيفضل فريق عظيم. اهالي المنصوره هم كبد مصر، هم الانتصار والكفاح، هم التاريخ. حضرتك النهارده كلامك كان مدوي، وعايز اقول لحضرتك دواء بجد. كجراح يتقن كيف يطلق ادويته وكلمه. الحمد لله احنا كلنا ايد واحده جمعيه الاميه، اخواتنا في اتحاد الكوره دول اخواتنا واهلنا. الخلاف في الراي لا يفسد من الامر شيء، تربطنا بهم علاقه شخصيه، نختلف في الامر، لما نختلف وما نعرفش نوصل نلجا لمين؟ لامور قضائيه، لا اما اللائحه بتاعتنا. لجأنا للجمعيه العموميه واللائحه، وجهه نظرنا القانونيه بناء على راي المستشارين عندنا كتير ان هذا ما حدث هو مخالف للوائح والقوانين، هذا ما حدث هو رؤيه شخصيه محتاجه مراجعه، فبالتالي بناخد الاجراءات القانونيه اللي من حقنا. اتمنى ان اتحاد الكوره يتفهم ان احنا كلنا في مركب واحد، اتفهم ان هو يتبنانا ويتفهم ان هو يبدا يتحرك في هذا الاتجاه. حضرتك قلت كلمه مهمه جدا اثناء خطابك، قلت المفروض ان نادي المنصوره ما يزعلش، انا ما عنديش مشكله، انما الفكره كلها لانديه جمهوريه مصر العربيه. الحقيقه احنا النهارده لو جينا يعني انت لو مشيت على الغلط مش هتتضر، لا انما انت الصح يتعمل. لو سمحتوا بعد اذنكم لو تكرمتوا اللي احنا فيه ده هو لو دورنا على شخصي انا هينزل لي المحله، هينزل لي حرس الحدود، هينزل لي ناس كتير. النهارده لو الدوري المحترفين اتطبق انا هفضل في المجموعه الثالثه، ليا فرصه صعود ممتاز. تمام. صعوبه يعني هتبقى في دوري الاضواء بالظبط. انما حضرتك مش عايز الغلط يمشي. ما ينفعش ما ينفعش عشان ندور على مش هفرح. لا انا شايف ان هيبقى خسائرنا كبيره اكبر من كده. تمام. شكرا جدا يا فندم. دور الإعلاميين النهارده ليس بعيدا عن كرة القدم واتحاد كرة القدم. تواجدت النهارده أندية عظيمة، الترسانة، الاتحاد الأولمبي، واحنا في ضيافة نادي الأولمبي وعلى حمام سباحة نادي الأولمبي، جو شاعري جميل جدا. أستاذنا العظيم طارق بشر باص نار على العالم طبعا يا فندم، رئيس نادي الإعلاميين. الإعلام هو كاميرات، مايكات، إذاعة، إعلام مقروء، إعلام مرئي، إعلام مسموع. إنما تواجد نادي الإعلاميين في هذا المحفل اللي بيطالب فيه تعديل لوائح وقوانين لكرة القدم، إيه دورنا كإعلاميين في الموضوع ده طارق بيه؟ لا هو نادي الإعلاميين موجود بصفته، موجود كنادي في الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، وبالتالي هو موجود بصفته الأساسية، بصفتنا الإعلامية، بصفة فريق كرة القدم، بصفة نادي في فريق كرة قدم موجود ضمن فرق الجمعية العمومية للنادي، فهو طبعا موجود بهذه الصفة عشان يشارك في الرأي المجمع للجمعية العمومية اللي بتطالب بتحديد الجمعية العمومية لإلغاء دوري المحترفين. تمام. وحضرتك شايف ان المطالب بيعاني منها نادي الإعلاميين بنفس الدرجة التي تعاني منها أندية معروفة بكرة
القدم بشكل يعني بشكل صرف. الاتحاد، الترسانة، الاهلي، الزمالك، احنا بنعاني من قرارات خاطئه كما يعاني، انا بتكلم كاعلامي يعني، كما يعاني الاتحاد، كما يعاني الاولمبي، كما يعاني نادي المنصوره. هو سمعنا كلمه ناريه اطلقها النهارده. طبعا نادي العالمين كان بيلعب في السنه اللي فاتت في الدوري الممتاز به، يعني تحت الدوري الممتاز مباشرة. نادي العالمين زي الأندية اللي بتعاني ماليا، هي بيصرف كتير جدا ولكن المدخولات بتاعته من كرة القدم مش موجودة. وهي دي مسؤولية الاتحاد بصراحة. يعني مفترض ان الاتحاد بيوفر شركات راعية، بيوفر مدخلات مالية عشان اللعبة، لأن هي اللعبة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة الأندية المشاركة فيها. لو الأندية المشاركة فيها هتبقى تعبانة ماليا، طب ما هي هتنزل نادي ورا نادي، وبالتالي مش هنبقى موجودين بعد كده. طب وبعدين هنروح فين؟ لازم الاتحاد يسمع للناس دي ويقعد مع الناس دي، عشان يعني الناس دي هي اللي منتخبه الاتحاد المصري للقدم. ومفيش اتحاد في العالم بيمشي كده مع نفسه، كل الاتحادات بتاخد في الاخر اراء الجمعيات العموميه عشان تنفذها. ده مجلس النواب بيسمع اصوات الجماهير الاول قبل ما يصدر القانون والتشريع. بالظبط كده، هو ده اللي احنا بنطالبه النهارده. احنا عملنا جلسه مع الاتحاد المصري لكره القدم في المقر في الجبلايه، ووعدنا ان هو هياخد اجراءات، ولكن عدى وقته مفيش حاجه جديده حصلت. احنا مجتمعين هنا عشان يبقى في قرار في الموضوع ده ان شاء الله، وربنا يوفق المجموعه الموجوده المحترمه اللي تخطت ال60 نادي النهارده ان شاء الله. استاذ ضياء، انا عايز اقول كمجلس اداره نعتبر بننزل يعني مجلس الاداره دائما يتحدث عن العامه، ولنعتبر مثلا ان طارق بيه هو رئيس جمهوريه نادي الاعلاميين وحضرتك رئيس الوزراء، فاذا اتت تعليمات من الرئيس لرئيس الوزراء والتنفيذ، فانت شايف تضامنا مع اجتماع زي النهارده العامه في نادي الاعلاميين، وانا اتشرف ان انا واحد منهم، ونطاقهم ايه؟ نظرتهم ايه؟ يعني انا مالي ومال الكوره، ما نكسب ما نكسبش، احنا بتوع تلفزيون. ايه رايك؟ اولا انا برحب باعضاء الجمعيه العموميه الاتحاد المصري لكرة القدم في نادي الأولمبي النادي العريق، وبرؤساء أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني. حقيقي كان يوم جميل جدا، يوم محفل ويوم احتفالية جيدة ويوم تاريخي للجمعية العمومية. النهارده أكثر من 66 نادي متجمعين على رأي واحد إن هو إلغاء دوري المحترفين بكل محتوياته، لان هو ده كان قرار يعني خاطئ جدا من اتحاد الكوره، وكان يجب على الجمعيه العموميه انها تصحح الاوضاع وتعيد الامور لنصابها الطبيعي، لان ده كان ضرر لمعظم الانديه. يعني بيطلع 5 فرق يلعبوا دوري محترفين، ومن السادس لل15 يلعبوا قسم تاني، والاخير ينزل قسم ثالث. فانت كده نزلت الفرقه كام؟ نزلتها قسمين، وفرقه نزلتها قسم، وبالتالي يعني كل الانديه اللي قاعده بتعاني من الامور الماليه. تقسيمه ظالمه جدا. انت بتعاني من الامور الماليه دلوقتي، فازاي انت هتقدر تصرف على ان انت تلعب دوري محترفين؟ حتى الاتحاد بيقول لك ادعم كل نادي، الشركه اللي هتبقى رايحه تدعم ب1,000,000 جنيه لكل نادي. ده النادي ده عشان تلعب دوري محترفين يبقى تاخدها من الشرقيه للغربيه، ده مش هيكفي حتى انتقالات اللعيبه بس والجهاز. فطبعا القرار ده كان محتاج تأني وتؤدى وقبل اتخاذ تأني، ويبدا بعد كده ياخدها تدريجيا. انما القرار كان صعب جدا، وانا شايف ان الجمعيه العموميه كلها دون استثناء حتى انديه الدوري الممتاز معترضه على القرار دوت. فبالتالي النهارده المطالبه بالغاء دوري المحترفين. بالفعل النهارده ممكن القرار اللي هيطلع دلوقتي ان هم يطالبوا بعقد جمعيه عموميه استثنائيه في اقرب وقت، عشان يتخذ قرارات مصيريه تصحح الاوضاع وترجع كل حقوق الانديه اللي كانت هتهدر ديت. وده مش وقته ان انت تلعب دوري محترفين، الامور لسه بدري عليها. لكن انا ليا الشرف ان انا قعدت في وسط الكوكبه ديت، ووجود اخويا الكبير الاستاذ طارق رئيس النادي، ان النهارده ده يوم جميل جدا، وانا سعيد ان انا موجود في نادي الاولمبي النادي العريق دوت. وان شاء الله نطلع بحاجه تفيد الكوره وتفيد نادي الاعلاميين، لان نادي الاعلاميين كبير بمجلسه باعضائه، وان شاء الله اللي جاي خير. خليني نيابه عنك وعن طارق بيه اقول حتى الاعلاميين معترضين على لائحه دوري المحترفين. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميكي رب